الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. عظم الله لكم الأجر بمصاب سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. هذه الأيام أيام الفاطمية. السلام على الزهراء المظلومة، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، ورحمة الله وبركاته. السلام على أصحاب الحسين جميعا، السلام على الشهداء، السلام على كل من خدم الإمام الحسين، ورحمة الله وبركاته. مستمرين إن شاء الله بالدردشة الحسينية هذه الأيام إن شاء الله، ونلتقي مع السيد مهدي العوادي ينورنا بكلامه المنور. الله يحفظك ابو علي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين، وحبيب قلوب العالمين أبا القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونحن بصدد الأيام الفاطمية، أيام فاطمة الزهراء بأبي هي وأمي، ومن ضمن البرنامج اللي قام به الأخ أبو فاطم خادم الحسين، ونحن في موكب مكسورة الضلع، ألا وهي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. عندي بيت عبودية وبيت دارمي للزهراء بصدد الموضوع، وبعدين نبدأ بالدردشة لا يسمحون الإخوان. البيت العبودية تقول على لسان الزهراء بأبي وهي وأمي، تقول لعد فقدك دموع دموم يا ريت، لعد فقدك دموع دموم يا ريت، ومن بعدك علي دنياي يا ريت تشوف بباب دار النار، يا ريت وتشوف الضلع والمحسن سويه. الله عليك. اما بيت الدارمي، بيت الدارمي حسب ما ذكرت الصحاح، احنا ما عندنا مصدر مو موثوق، احنا عندنا السلسله الذهبيه، فاقول والضلع والبسمار والعتبه والباب انهضم لو سميت ولد الزنا اصحاب. صلى الله عليه وسلم. بارك الله عليك. ونحن في الدردشة الحسينية هناك مواقف حدثت في أيام النظام البائد، شارع قلب النظام البائد لعنة الله عليهم، لعن عاد وثمود الراحة والباقين. أي والله لا نالوا رضا الله ولا شفاعة الزهراء لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللعناء أولاد اللعناء أبناء البغايا. واحد من المواقف طبعا للشيء بالشيء يذكر، احنا ما نريد نبخس حق خدمة الحسين ولا من باب رياء، الله يعلم ويشهد. احنا كنا انا وكاظم الشيخ رزاق بوفاة النبي نمشي، وبوفاة الشعبانية مولد الامام صاحب الزمان الحجة بقية الله عجل الله فرجه الشريف هم نمشي، وبال40 نمشي اكثر من مرة، لان ننزل كل الطرق اللي البعثية ما يوصلونها. سنة من السنين احنا رجعنا من كربلاء ورا الظهر، فخابرني كاظم، مو خابرنا رجال ودار طارق، قال لي تجينا، رحت لي ها ابو علي، قال اخويا الجماعه بالليل يطلعون يوزعون اكو مشايه مو بحسن العبساوي، نطلع نوزع وياهم. قلت له ما عندنا مشكله. فطلعنا وصلنا لقينا الشباب قالوا احنا ما ننزل، الوقت متاخر تقريبا الساعه 11 بالليل. قلت له ها ابو علي، قال اخويا نمشي ندليهم. فوديت كان انا عقيل الله يرحمه سيد عقيل السيد كاظم بن عمي رحمه الله على روحه من خدمه الحسين. فقلت له اخوي عقيل تروح لها لي، لهم مشى الكربلاء هاي انا وانا اول يوم راجع. شاهدنا مشينا شباب ويانا، عبرنا الحمزه، وصلنا الى منطقه السيد بطه، وصلنا المغرب لقينا كم هائل تقريبا عدد بال 350 داير عندهم اكثر. اي ما شاء الله. وقبل وراء السيد بطه تقريبا بكيلو الرفاق قاطعين الشارع تقريبا باكثر من 25 سياره كلها رفاق وشاعلين لايتات. فكانوا من ضمن الموجودين منصور العبال شبلي الخزعلي وابو جعفر خادم الحسين الرادود، واخوه ابو علي الاكبر منه وياه. قال شلون سيد الزوار انحصرت هنا؟ قلت له خليهم هسه يعبرون الصيد. قال شو يعبرون؟ شارع مقطوع. قلت له صدق بالله اعتقد هسه خليهم يعبرون لك، والبعثيه ترى جبناء فعلا، يعني لا تجيهم ناس هوايه يرتبكون، للعلم هم عندهم سلاح الناس ما عندها سلاح مسالم. المهم قال شو تسوي لهم؟ تقرا لهم آية؟ قلت له لا، بس حسب اكتب لك قصيده وتقراها. قال شلون اقراها؟ اخاف من اخوك. قلت له هسه انت من صدام ما تخاف من اخوك. قال يلا حتى يغلط علي. المهم فسويت له قصيده بس تقرا مطلعها، يقول لي زيارتك حنينا الطف كربلت عنينا، صوت المنع يا مظلوم لا ما ياثر بينا. الله. المهم فقلت له ابو جعفر قوم. المهم قرا الشباب بعد ما مكمل قرايه المجلس فرغ.
فجينا كل احنا على السياره زين ايش يضرب واحد 10 100 200 ياخذ يعني بعد فصاروا مكرم السامع مثل كلب العراضه. انتم ترى السيد الرئيس ما ممنوع ان تخلوا عبرا على ابوكم لو حتى السيد الرئيس. المهم فعبرنا الزوار هذا واحد من المواقف. فاحنا مني نذكر النظام البائد يعني بصراحه ترى احنا مو بغض لاحد بس احنا بصراحه اي حركه كانت سياسيه اسلاميه علمانيه اي حركه توقف بوجه الحسين ذولا اعدائنا نعتبرهم. فحتى لو تقول لي انه حزب البعث انقرض ما انقرض ماكو بيهم احياء موجودين لحد الان انفاسهم مثل انفاس الحيايه الله لا يبارك بهم. وشكرا جزيلا لكم. الله يحفظك سيدنا رحم الله والديك. الله يحفظك.